محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الاعزاء، نتمنى ان فقراتنا النهارده تنال اعجابكم ورضاكم. بسرعه نخرج لفاصل علشان متشوقين نبدا معاكم اولى فقراتنا. مشاهدينا الاعزاء، مشاهدي بنات افكار الجمعه، اهلا بيكم. وهذه الفقره اللي بنحاول نفكركم فيها بحل سحري، وفي الحقيقه هو بس محتاج مجهود منكم بسيط جدا، وهو الحب. نرجع للحب، هو ده الحل السحري لكل مشكلاتنا. وعلى فكره من اول مشكلاتنا السياسيه لحد مشكلتنا في البيت مع اسرتنا، بالحب. في هذا الفاصل عايزين نستعيد معاكم شيء من الرومانسية والأحلام، لأن بحياتنا كلها وسط الجمود والمادية الطاغية اللي بقت على كل حاجة في حياتنا، للأسف لازم نفكركم ان احنا نخرج شوية لعالم الرومانسية، وخاصة واحنا بنحتفل بعيد الحب المصري اللي هيوافق 4 نوفمبر، يعني بعد يومين من دلوقتي. تعالوا بينا نعيش مع الأحلام ومع عالم الشموع من خلال لقائنا بضيفتنا الجميلة سهام سمير، مصممة الشموع. اهلا بيكي سهام. اهلا بحضرتك. وطبعا تسلم ايديكي على كل الحاجات الحلوه اللي قدامنا، اللي دلوقتي هنوريها لمشاهدينا علشان يقولوا لنا رايهم فيها، وكمان مستنيين مداخلاتكم وارائكم حوالين هذه الفقره او تساؤلات لسهام. سهام، انت مصممه شموع، بس هل دراستك يا ترى ايه؟ دراستي حقوق، خريجة حقوق. يعني مجال بعيد خالص عن الاهتماماتك الفنية دي، لان الشمع طبعا اكيد محتاج موهبة او محتاج حاجة فنية، صح؟ اكيد. محتاج ايه؟ هو الفكرة ذات نفسها. الفكرة تيجي الفكرة اللي انت تعمليها، هي ديت اللي انت تبدعي منها بقى من خلال الشمع. انا عندي فكرة معينة بحب ان انا اطبقها، الديكور، الرسم، على طول بروح اطبقها على طول على الشمع. باستخدام اي خامات بقى موجوده عندنا في السوق، بحاول ان استخدمها. استخدمت الطباعه والبورو والنحاس كل حاجه. جميل. لو حبينا نشوف معاكي اول عمل عايزه تعرضيه على المشاهدين، تورينا ايه؟ بصي، اول عمل عملت الخماسيه، بس دي خاصه بالاقباط. عايزين نوريها للكاميرا. خاصه بالاقباط. دي مريم توفت في كنيسه طبعا الحادث الاسبوع اللي فات فعلا اتكلمنا عنه. فانا حبيت برضو اللي احنا نقوله في عيد الحب المصري، مش العالمي، اللي احنا كلنا لازم برضو اللي احنا نحب الاقباط وكلنا ايد واحده، واحنا ضد الارهاب. فانا حبيت ان انا اعملها على الخماسيه الجديده. خليني اقف عند العمل ده يا سهام، لانه فعلا جميل منك ان انت تفتكري فعلا انك انت تقفي عند الحدث ده وتصوريه من خلال حاجه بسيطه قوي. موهبتك الجميله دي بتقولي للناس كلها ان احنا يعني فعلا لنا موقف من الارهاب اللي اغتال هذه الطفله البريئه، اللي هي بتمثل الانسانيه والبراءه في العالم كله، اغتيال مريم. وانك انت بتصوريها على عمل جميل فني هو من خلال الشمع. انا لسه فاكراكوا يعني. جميل منك جدا، احييكي على لمسه الوفاء دي ولمسه التقدير والحب اللي بتبين فعلا قد ايه حبنا لاخواتنا، واحنا كلنا حاجه واحده ونسيج واحد. ايه تاني من الاعمال؟ ايه تاني عملت؟ استخدمت البورو، حفر كلمه لاف جنب الشمعة مربعة، 4 جوانب. استخدمت جانب القلب. ورينا جانب القلب. وحطيت نبض، عملت بالقلم نبض القلب. كمان استخدمت السملات كمان بتاعت الفيس، دخلتها برضو لاف يو، و حاجة حلوة جميله فعلا. وانا سعيده قوي بافكارك، ان انت فعلا يعني افكار شباب. ملاحظين مشاهدينا انها بتحاول تستغل كل الافكار اللي بتقربها فعلا من الشباب اللي زيها، وتعمل بيها فن جميل على الشمعة. ايه تاني من الاعمال الحلوه؟ تورتايه، دي اسطمبة تورتايه عملتها من السيليكون. عملتها الابيض والاحمر كمان، وعملت عليها القلب باللون الذهبي. حلو قوي. وطبعا اللون الاحمر مميز دايما. عملت كمان فن الديكوباج،
على الشمعه على الازاز. التي كاندل الصغيره بتتحط هنا، ممكن اي ست بيت تعملها في البيت. كوبايه عاديه وخيط عندها وتلفه بالغرق وتحط التي كاندل هنا. عملت كمان رسمتي عنكبوت على الشمعة، ده باللون بالذهبي. قلم بترسم عليه. وعملت الصغيرة كمان بتاعتها. وعندي دي كمان هدية لبنات افكاري. جميل منك جدا ان انت تفتكرينا وطفل وطفلة للبراءة يعني الحب. وكمان بنات افكاري، احنا بنحييكي يا سهام فعلا، تحيه من كل اسره بنات افكاري، واحد اعداد واخراج وتصوير وفنيين، وكل واحد فينا بيحييكي وبيشكرك على رقتك وعلى هديتك الجميله لبنات افكاري. عندي كمان دخلت الاسامي برضو بالنحاس، احمد وسماء. ما شاء الله بتحاولي يعني كل شويه تجددي في الخامات بتاعتك. اي حاجه موجوده عندي في السوق بحاول ان انا ادخلها في الشمع. عملتها بتل من تحت كمان، تل ونحاس. بمناسبه كمان بقى اللي احنا داخلين على راس السنه الهجريه برضو في نفس اليوم بتاع عيد الحب. ايوه. عملت الطباعه، يعني مش ناسي اي حاجه ما شاء الله عليك. عملت الطباعه لا تنسى ذكر الله. ايوه. ولا اله الا الله. وعملت كمان في 4 جوانب بالنحاس. الله. استخدمت النحاس كمان كلمه الله. نعم. ولا اله الا الله. لا اله الا الله. واحب ان انا ابدا السنه الهجريه الجديده ان شاء الله باركان الاسلام. حطيت اركان الاسلام ال5. ايوه. على الشمعه مفرغه. بس. طيب انا شايفه طبعا افكار ان عندك افكار جديده، ده يخليني اسالك ان ايه احدث حاجه. طبعا دي حاجات اوريدي عملتيها. الفنان دايما بيبقى ممكن في وهله تجيله حاجه جديده كده، ايه احدث حاجه افكار حابه ان انت ممكن تعمليها؟ لا حابه ان انا اعمله. عندك ايه لسه عايزه؟ لا لسه في عندي. انا بحاول ان انا احفر على الشمعه. تحفري؟ احفر على الشمعه الاسامي الكلام اللي انا عايزاه. ده الجديد عندي ان شاء الله، لسه بتعلمه. ده ممكن تبرزيه بايه بقى؟ دي ادوات نحت عاديه. ادوات نحت. بس يبقى في انواع طبعا للنحت، فلسه بقى بتعلمها. طب انت بتقولي بتعلمها، يعني ما شاء الله عليكي، انت مش واقفه بس عند المهارات اللي عندك، لا بتحاولي تطوري من وتنمي من الموهبه بتاعتك. انا عندي. بتتعلمي عند مين او لا بالنسبه للنحت انا عندي ناس قرايبي. في شخص معين هو المتعلم الحاجه دي، فقال لي انا هعلمها لك. لما لقاني اللي انا بحب اللي انا اجدد، فلسه بتعلم معايا واحده برافو واحده. عليكي، برافو. كمان البورو، انا استخدمت البورو بيستخدم في الحفلات. اللي هو عباره عن ايه؟ انت قلتي وريتيني، بس البورو اللي هو ما معناه زي طريقه ده انا بحفره بالليزر. انا بحفره بالليزر، بختار الاسم المعين وانا بحفره عليه. وبعدين تقومي بجيبه ولازقاه على الشمع. فيدي بروز بقى. مش بيطلع عليه. طيب خلينا نقف عند عيد الحب. وافكارك ايه لو انت عايزه مثلا، لو حد جالك او ما فيش حد بيجيلك يقولك انا عايزه اعمل حاجه مثلا بسيطه كده عشان احتفل بعيد الحب مع زوجي مثلا او مع اهلي، او في حد بيبقى بدات تسوقي لده وناس تجيلك ولا لسه؟ في لسه النهارده الصبح قبل ما يجي البرنامج حد برضو طلب مني حقيقي هديه لخطيبته. عليهم الصوره الشخصيه بتاعتهم زي الصوره الشخصيه زي صوره مريم دي. وجنبها في الجنب التاني شعر او كلمه بيحبها. دي برضو جت لي، اللي هي كمان اللي بتكون مستخدم اكتر. ايوه مخرجتي سوزان بتقول لك طب انا عايزه اسالك يا ترى اساليها لي، يعني مفيش حد جه طلب منك ان انت تعملي له حاجه بالشمع عن حاجه غريبه انت استغربت لها قوي ووقفتي عندها، حتى لو لا قدر الله طلاق؟ هي عايزه صوره ليها، هي عايزه انحت لها صورتها هي يعني. صورتها هي وهي متجوزه مثلا؟ ما هي متجوزه. عايزاني انحت صورتها الشخصيه بتاعتها. صورتها هي انما جوز عريسها لا. والحاجه الغريبه الثانيه حسيتي السبب ايه؟ حسيتي الموضوع ده ليه؟ بسبب ايه؟ مش عارفه والله، استغربت جدا هي تعمل حاجه زي دي. قلت لها هتكلف كتير، ما فيش برضو دي اغرب حاجه. الحاجه برضو الحاجه اللي صدفتني اكتر
اني انا طلبت مني واحده ان انا اوصل لها لحد بيتها، وهي بيتها في العجمي وانا في ابو قير. دي عشمانه فيكي قوي. اصرار لحد البيت لحد عندها، اجيلي في نص الطريق تقول لي لا ممنوع ان انا انزل من البيت. وعملتي ايه؟ وافقتيها؟ لا طبعا. انزل لها البيت لحد بيتها ليه؟ ايوه لازم يعني يبقى في شويه تعاون بينكم طالما حابه شغلك وعايزه حاجتك. طيب قولي لنا فكره عن يعني اسعار الحاجات الحلوه دي، يعني لو حب عايز يجيب حاجه ممكن تكلفتها تتراوح ما بين ايه؟ بصي يا اسعاري هي اقل اكتر حاجه يعني هي في الوسط 50 في الوسط 50. عامله حسابك بقى تكلفه خاماتك وحاجتك وشغلك وتعبك. اقل حاجه ب 25 بقى. دي اقل حاجه. بعد كده كل ما الشمعه تزيد في الحجم وتزيد في الشغل اللي عليها كل ما تغلى اكتر. جميل. تقول الشمعه الشكل ما معناه اي شكل من دول ممكن ياخد شغل قد ايه؟ كام يوم منك؟ لا هو ممكن ياخد معايا لو قعدت عليه ممكن اخد يوم. الشمعيه ممكن تاخد يوم. طيب وانت يعني انا حاسه ان عندك افكار كتيره حلوه، بتجيبي افكارك منين وبتطوري الافكار دي منين؟ هل بتيجي منك كده يعني بتقعدي مع نفسك ولا بتطلعي على حاجات او بتتعلمي بتقري مثلا مجلات او بتدخلي مواقع او؟ انا سالت السؤال ده لنفسي امبارح. في واحده كلمتني بتقولي بتجيبيها منين وافكارك حلوه كده، فانا سالته لنفسي السؤال ده. انا بنزل المكان بشتري منه الخامات بتاعتي، بلاقي اي حاجه عجباني افكر ان هي تدخل في الشمع اجيبها، ولما اعمل شكل الشمعه اجيب كل حاجه قدامي بقى. ساعتها الفكره تطلع. يعني بحبك ديت فكرتها طلعت كده. برضو العنكبوت برضو فكرتها برضو طلعت كده. طبعا احنا مشاهدينا بنحاول نعرض لكم افكار. بصي كمان يا سهام معانا على المونيتور في اشكال وديزاينات والوان لشموع. ايه رايك في الحاجات اللي انت شايفاها معانا دي؟ بصي عليها كده. جميله. عيد الحب. ده تي كاندل صغير. شايفه الالوان، تشكيلات الالوان وتجميعها في شمعه واحده. دي افكار جميله. ايه رايك في الافكار دي؟ حلوه. بتدخلي على المواقع وتتفرجي على الحاجات دي؟ طبعا بدخل على المواقع وبتفرج على الحاجات الجديده. يا ترى الظروف اللي فاتت اللي عدت على مصر ما اوحتلكيش؟ طبعا ظروف الثوره والسياسه والحاجات دي كلها وتأييد ناس وكره ناس وحاجات كده، ما اوحتلكيش بافكار حاجه تعملي عن اشخاص مثلا او عن الاحداث دي؟ لا انا فعلا عملت مجموعه المصري. عملت مجموعه لمصر، حطيت عليها صوره الرئيس السيسي. ايوه طبعا بسبب عشق المصريين بعشق مش حب، لا ده عشق للمصريين حقيقي فعلا. دي طبعت صورته على الشمعة حقيقي. دي كانت لحد معين حد طلبها منك ولا انت اللي حبيتي تعمليها؟ انا حبيت ان انا اعملها. كان في ليله الثوره كان في كلام كتير فسهرانين بالليل، فقلت لا ايه ده قبل 30 يونيو ولا بعدها؟ لا بعدها. فاللبش بقى بتاع الايام دول. فاخدت بعضي سهرانه بالليل، فقلت لقيت الفكره طلعت. عملتها الساعه 4 الفجر. والله عملتها 4 الفجر. بس هي اتاخدت بعد كده طبعا. اتاخدت عشق المصريين. حد اكيد حد من حبايبك بقى. اكيد. يعني طبعا انا سعيده بان انا بشوف الشباب النهارده ما بيوقفش عند حدود يعني كاريره التعليمي او دراسته، وبيحاول لما يكون عنده موهبه يكتشفها في نفسه وينميها. الحته دي احنا يعني بنقدمك نموذج لكل الفتيات النهارده والشابات والشباب اللي هو يحاول يدور جوه نفسه. يعني انت مثلا دورتي جوه نفسك لقيتي الحاجه دي وكمان بتحاولي تنميها. انا سعيده بيكي ان انت كمان مش واقفه عند حدود اللي انت تعرفيه، لا بتحاولي تنمي موهبتك وتتعلمي حاجات جديده. وحته التسويق كمان دي، هل بدأ فعلا يبقى يدي عليكي ربح بحيث ان هو يبقى حاسه ان انت بتعملي حاجه مجديه؟ بدأ ان هو الربح يزيد ليها. الاشكال والناس كمان اتغيرت الثقافه بتاعتهم من ناحيه الشمع برضو. مش كده؟ اتغيرت خالص. السنين الاخيره فعلا بقى في الموضوع ده. فبقى الاقبال عليه برضو كتير. وفي المناسبات كمان، يعني كل مناسبه بيكون لها حاجاتها الخاصه بيها. بتكون دي اللي تحت الطلب يعني. طب بتعللي اقبال الناس على الشمع من وجهه نظرك الشموع السنوات الاخيره ليه؟ بصي ايه سببه؟
حضرتك قلتي من شويه في بدايه البرنامج ان احنا بنحب بس مش عارفين نحب ازاي. فهم بيحاولوا ان احنا يعبروا عن طريق حبنا ده بحاجه تعبر عن الرومانسيه. فحاجه زي دي مثلا الاسامي، اسم الزوج وزوجته اساميهم على الشمع بيقدموها برضو هديه، دي بيعبر عن حبه ليها يعني. ايوه واحنا طبعا بدورنا حبينا ان انت تكوني معانا النهارده بموهبتك الجميله اللي هي خاصه بتصميم الشموع، علشان نفكركم اعزائي المشاهدين ان بحاجه بسيطه جدا، بعمل فني بسيط جدا ما يكلفناش حاجه، ممكن ان احنا نهديه للناس اللي بنحبهم. سواء يعني ممكن في البيت نجيب حاجه شمعه، ايه رايك يا سهام؟ شموع بشكل معين، مثلا يدخل يعني باباكو يلاقيه مثلا الشموع دي مضاءه مع عشاء جميل في عيد الحب مع اولادكم، وحتى الولاد يا سهام بيحسوا بالاجواء الجميله وبالدفى ده بينعكس عليهم. يعني شوفي لو حاجات بسيطه زي دي ممكن قد ايه تغير من جو البيت، ولو حتى في مشكله ولا في حاجه ممكن ينسوها وسط الاجواء ده. عايزين نتعلم ده، احنا المصريين دايما همنا الشغل والبيت والحاجات الماديه.